متى يصير الخيال حقيقة؟ ومتى يتحقق حلمك اللي من زمان وانت ركض له؟ لا لاني لقيت لك صندوق برا، بس ما ادري هو لك ولا لجيرانك. تتوقع بيوم من الايام يجيك حلمك الى بيتك؟ حلم سنة كاملة تكد وتجتهد عشانه. تبغاني اجيبه؟ اوكي يلا جاي. حلم خلاك توخر عن كلام الناس وتمشي قدامك، تشوف هدف في اخر الطريق وانت مصر انك تحقق هالهدف. طيب واللي يقول لكم ان كل حاجة انت تتوقع عنها خيال انت تقدر تجيبها، لكن بالاصرار. دقيقة يا هلا والله. هلا والله، ايش اخبار؟ طيب شنو؟ ده اللي لقيته؟ ايوه هذا اللي لقيته، ما ادري هو لك ولا لك. يا اخي ما ادري يعني لقيته وين برا؟ اي برا تحت. غريب والله. خلينا نشوف يلا نمشي. يلا مشي. غريبة. يا هلا يا هلا. ايش هذا؟ دقيقة يبي له سكين ولا يبي له مفتاح؟ يعطينا يلا اي شيء. والله اني متحمس يا اخي. في اوراق داخل، ايش ذا؟ يا ليه ذا اللي حاط اوراق. طيب شحنه، عرفنا انه شحنه. اشلع انا تحمست. دقيقة قبل نفتحها دقيقة بدأ يبين يا عيال. وش؟ بدأ يبين دقيقة ابغمض انت افتحها والله جد والله افتحها. ايوه والله وش اما ذا؟ تقول الدرع تخسي. يا هلا يا شيخ. الله هذه ورقة اليوتيوب لفة والله. هي كذا ولا شلون؟ لا يمكن لا. والله يا جماعة شوف. congratulation اللي هي معناها تهانينا يوه الله يعطيك العافية. شو اللي مبروك عليك وين؟ سيرفيسينج 100,000 سبسكرايبر. ما اعرف انطقها والله يا جماعة. والله فرحة. معلومة بالفرحة. والحين نبدا مقطعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ اخباركم؟ مساكم طيبين. معكم عبد اللطيف او دستور من قناه دستور. طبعا يا جماعه في كثير ناس يقولون عبد اللطيف اذا جيت تقول القصص لا تقول دستور من قناه دستور في اليوتيوب، تراك تقهرنا. يا جماعه تدرون ان هذا الصوت تقريبا شهرني بين الناس، يعني الصوت هذا حببني بين الناس. يعني كل ما اقابل واحد ويبي يصور معي يجيني يقول كذا دستور من قناه دستور في اليوتيوب. والله يا جماعه شيء يضحك. المهم ما علينا. في سؤال جاني من واحد من اخوياي قبل، يقول عبد اللطيف انت كيف وصلت الرقم هذا؟ هل انت قاعد تشتري متابعين او لا؟ صراحه يوم سالني السؤال هذا انا فرحت يعني من قلب، يعني قلت الحمد لله وصلنا الى العدد هذا في كل السرعه هذه. يوتيوبرز ثانيين ما يوصلون العدد اللي وصلناه في سنه واحده وبدون نشر. يعني انا ما قد نشرت ما قد سويت اعلان عند احد. يعني اتحداك تروح القناه ولا حساب في الانستغرام تويتر اي مكان وتشوف يقول راح القناه دستور وانا معطيه فلوس ولا انا قلت له اسوي لي دعايه. والله العظيم ان هذا من فضل الله ثم فضل امي وابوي. امي الحمد لله شرت لي الطاقم اللي هنا اللي هو سيت اب، وطبعا هذا الدرع 100,000 شوفوا هذا هو بعد شوي اجيبه لكم. وابوي ما قصر دفعني كل مقطع يشوفه يعلمني وشغلاتي، فالحمد لله. كان من زمان يقول لي ابغاك تطلع بثوب واشوفك بثوب، والحمد لله طلعت بثوب وقبل شوي طلعت بغتره، فالحمد لله هذا تحقيق الطلب ابوي بس. وبالاخير يعود الفضل لكم انتم يا متابعين يا اخواني يا اخواتي يا كل شيء. والله العظيم اني احبكم حب ما تدرون عنه. بما اني اشتهرت بقصص الرعب قصص التخويف واني انا مسوي رعب في اليوتيوب عليكم، فجايب لكم قصه صوت وصوره. القصه هذه تقريبا مدتها 3 دقائق. انا ادري انها مو طويله وما راح تدخلك جو، لكن بتدخلك جو. انا بدخلك جو ودستور راح يدخلك جو. كنت نايم وفجأة سمعت صوت ناس يتكلمون في البيت، وتوقعت ان عيال عمي جاوا من السفر. صحيت ورحت للصالة وقمت ادور في البيت، لكن ما كان في احد. البيت كله مظلم وما كان فيه الا نور بسيط جدا. قمت ادور على كل غرفة موجودة في البيت، لكن ما كان في احد برضو. استغربت يا ربي من وين جاء هذا الصوت؟ يعني غريبة يجي الصوت وفي هذا الوقت بعد. كانت الساعة تقريبا حوالي 12 بالليل. تخيلوا تسمعون صوت غريب في البيت وانت لحالك اللي موجود في هذا البيت، لا يمك لا اهل لا اصحاب لا اقارب، انت الوحيد في هذا البيت ويطلع الصوت المرعب هذا. قمت طالع يميني ويساري، يا ربي الصوت هذا من وين جاي؟ قلت اكيد انه مستحيل صوت طلع من نفسه، اكيد في شخص وسوى هذا الصوت وطلعه. من بعد ما يأست قلت يمكن الصوت هذا اللي طلع عشاني ما نمت زين او اني قمت مفجوع من نومي. كانت الافكار تروح وتجي، وقطع حبل افكاري صوت ضحكة بنت في المطبخ، والبنت هذه مو بنت عادية، صوت واحدة عجوز. رحت المطبخ اجري بكل ما اعطاني الله من قوة، لكن ما في احد، والله ما في احد، لكن وكأن الصوت بجنبي. يا ربي
من اللي قاعد يقوله؟ من اللي قاعد يطلع الصوت هذا؟ بديت اخاف من وحدتي وقلت ما عندي الا حل واحد، واللي هو اني اروح واركض لغرفتي واتلحف بفراشي. لكن هنا المصيبة الكبرى. اول ما فتحت الباب عيوني طاحت في عيون عجوز طويلة وكان لونها اسود، والغريب اكثر ان يدينها تسحب بالارض. طرحت على ركبتي ابكي، ما قدرت استحمل الموقف اللي صار لي. بديت اتسحب شوي على الصالة وما كان فيني حال اني اركضه واني اجري واستخدم قوتي. وصلت الصالة وفتحت الانوار وتفاجأت ان في اثنين مثلها، يعني عجوز ثنتين. يأست وما كان عندي الا حل واحد، ما كان عندي حل الا اني اروح المطبخ واقعد هناك، لكني لقيت اكثر من واحد هناك، يعني لا هو واحد ولا اثنين، اكثر من اثنين بكثير، ما كنت اقدر اعدهم. رجعت ازحف على زاوية المطبخ، كان الخوف متداركني، كانوا كلهم متحوطيني، بدوا يطلعوني من كل مكان ومن كل صوب. وضع أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية مدينة أبها بالتحديد كاميرات على بيته، والكاميرات هذه كانت كاميرات مراقبة خوفا من اللصوص. وقد رصدت إحدى هذه الكاميرات أشخاص يسحبون فتى وكان عمره 15 سنة، كانوا يسحبونه إلى باطن الأرض، إلى من اختفى وتلاشى في باطن الأرض بشكل غريب جدا. بعدها حاولت جميع شركات الحفر العثور عليه، لكن ما كان له أثر أبدا، وما كان في أحد يعتقد أن اللي سوى هذا الشيء من البشر. حسابي في انستغرام راح يكون هنا، وحسابي في سناب راح يكون هنا. تعالوا لان بندرعم هناك، راح نسوي اسئله، راح نسوي تحديات، لو خيارات، قصصكم راح اقولها. ترى نبي نرد على خوي اللي قال لي عبد اللطيف انت شريت متابعين ولا لا؟ ردوا عليه بلايكات، نبغى صقع لايكات، نبغاه يدخل المقطع ذا ينجرد. المقطع اللي طاف طلبناكم 15000، وصلنا الى 32000 يا جماعه. 32000 اقسم بالله، يعني قربنا من سكان بقيق. هذه مدينه بقيق، سكان بقيق كلها لايكات، والمشاهدات سكان الجبيل وبقيق والدمام والظاهر. ما والله ودي ابكي صراحه، شيء يعني سكت، يعني ما ادري ايش اقول. طبعا كذا وصلنا لنهايه مقطعنا. ولا دقيقه خل اوريكم الدرع منكثب. يلا انزل. هلا تشوفون ولا لا؟ هذا الدرع 100000. طبعا يا جماعه حسيت انه كبير قبل في المقاطع، يعني اليوتيوبرز كانوا يطلعونه حسبت انه صغير كبير، لكن هنا طلع صغير، يعني مره صغير. يعني شوف خذ الشاشه كامله، صغير مره. شلون اعلمكم انه صغير الحين؟ دقيقه شوف وجهي هذا، شفت وجهي؟ اتوقع انه والله كبر وجهي، يعني وجهي صغير ترى. فكذا وصلنا لنهايه مقطعنا. نبي نرد على خوينا ذاك ونصقع لايكات، كومنتات، كل شيء، نبغاه يدخل ينجلط. بقول ادخل المقطع ذا، اللي ما شاف القصص القديمه يروح يشوفها. الله يوفقكم. كان معكم حبيبكم او اخوكم دستور او عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. دستور من قناة دستور في اليوتيوب.